كيلو بامية. اطلع بره. اللي هيعمل صوت اطلع بره. انا عايز تعرف المايك منك، قرب بقى وخش لي في المود كده. لا بقول لك ايه، اللاعب ده لعب في اوروبا وفي اسبانيا وانجلترا وايطاليا. في اوروبا واسبانيا ازاي يعني؟ في اوروبا ماشي. يعني لعب في اوروبا اسبانيا وانجلترا وايطاليا. حد هيجاوب؟ لا كمل ميدو. هو لاعب حالي اسكت بقى. في دوري بلده. لاعب حالي ايه؟ في دوري بلده. دورك انت. لاعب حالي في دوري بلده. دوري بلده انجلترا واسبانيا وايه وايطاليا. اسبانيا ايطاليا ولاعب حالي. كمل. اللاعب ده لعب مع بيرلو وابراهيموفيتش وداني الفيش وبيكهام ورودري وفابريجاس. تياجو سيلفا. انت مالكش اصلا انت تجاوب. لا، هو اللي فات هو انت اللي بعد. ماشي غلط اصلا. استنى بس بقى عشان في هنتات كده كتير. بقول لك هو ده التاني ولا التالت؟ ده تالت هنت. ماشي، ما انا جاوبت في الاولاني، هو سمع التاني من غير ما اجاوب، انا جاوبت في ماشي التاني. الاثنين غلط. غلط اصلا. اسبانيا ايطاليا. اسبانيا ايطاليا انجلترا. اسبانيا وايطاليا وانجلترا، وبعدين قلت ايه؟ بيلعب دلوقتي في منتخب في دوري بلاده. دوري بلاده. اه لعب مع فابريجاس. الراجل ده قديم مش قديم قوي يعني، بس بيلعب يعني. الراجل ده خلاص. بونتايه بسيطه كده. رودري كان في السيتي، يعني معنى كده ان هو لعب في السيتي. سيتي جوارديولا. قلت التلات دوريات تاني كده. اسبانيا وانجلترا وايطاليا. ها مين حد هيجاوب؟ الاخير، قول الاخير بقى. لسه ناقص 2 متقلقش. ماشي. اللاعب ده مع منتخبه حصل على المركز الثاني والثالث في دورتين من الاولمبيات. في الاولمبيات ولعب مع اللعيبه دي. هو قال لعب في الثلاث دوريات دي بس ولا لعب في الثلاث دوريات دي؟ لعب في الثلاث دوريات دول، اسبانيا وانجلترا وايطاليا. انا مش جاي في دماغي خالص. قول الاخير بقى عشان ما اخسرش الاخير، يعني مش هجاوب دلوقتي واخسر الكيو الاخير. هو حالا لسه بيلعب. قال انه حالا لسه بيلعب. ايوه بيلعب بس في دوري بلده. اه اللاعب ده كسب بطولة واحدة مع منتخب بلاده. نيمار. لا كنت اقول نيمار اصلا اركن على جنب. بس مش نيمار. لا ثواني اسكت بقى. اقول ما هي ادي اركن تايمر بس. بقى، ادي تايمر عشان يبقى ليه اجابه، ماشي. عشان لو عدى التايمر ده وما جاوبش هقدر اجاوب انا. يلا معاك دقيقة من دلوقتي. دي كتير. نص دقيقة. كازيميرو. لا ما لعبش في ايطاليا. ماشي دلوقتي ما اقدر لعبش في اجاوب. ايطاليا. كل واحد ليه محاولة واحدة. طيب ماشي. يا مين اصلا كازيميرو ما راحش البرازيل. ولا لسه ما قلتش. انا قلت كازيميرو قبل كده. انت هتشتغل مين؟ ما تبقاش حكم كده يعني. انا مش عارف، مش جاي في دماغي حد. موافقين اديكوا هنتايه انتوا الاثنين؟ ماشي عشان مش جاي في دماغي حد خالص. ها اخر حرف من اسمه واو. رونالدو. دينيو. اقول انا. قول انت خلاص احنا. طب ممكن تديني خمس ثواني كمان معلش. استنى بس بعد هديكوا هنتايه كمان. انا ماشي. نسيته. هديكوا هنتايه كمان. ماشي. الهنتايه دي عبارة عن حرف برضو من اسمه. ماشي. اول حرف من اسمه ب. بيرلو. انت قلت بيرلو في الاسامي اصلا. هو لعب مع بيرلو. انت بتقول لعيب بيلعب دلوقتي وانا بقول بيرلو. انت خلاص لا. انت اوت. لاعب لا مشهور لحد قوي. ما يجاوب. لاعب مشهور قوي. هو اسمه معروف لحد ما. عرفته. استنى بلوتيلي. اجاوب. بيدرو. انتوا الاثنين غلط. بيدرو غلط. بيدرو بيلعب في ايطاليا دلوقتي. بيدرو غلط. بلوتيلي اصلا ما بيدرو بيلعب في ايطاليا دلوقتي، ما بيلعبش في اسبانيا. بلوتيلي اعتزل تقريبا. بلوتيلي ايه؟ انا قلت بيدرو عشان هو اللي لسه بيلعب دلوقتي ولعب مع انا الناس قلت دي. لكم اول حرف انا ايه؟ قلت شكله عامل في واخره وهو بيدرو. ما يمشيش صح ولا لا؟ ما يمشيش معاكم باتو. فاتو يا عم، ايه اللي عرف اللي لسه بيلعب ده؟ باتو بيلعب في دوري بلده. باتو لسه بيلعب. ما هم اللي قالوا، انا مالي. باتو الكسندر باتو. ايوه يا عم. اسيسي ميلان. ما لسه هو بيلعب ازاي يا عم؟ ماليش ده دعوة. كبير. هم اللي قالوا كده. ده لعب قصاد الاهلي في 2008 بره كاس عني. العالم. راجل كباره دلوقتي. 2008. هم قالوا كده. ده راجل كباره ده. طيب يا هو باتو. لا هو اله الا الكسندر الله. باتو بس. مكتوب باتو بس. خلاص ده ما حدش هو حسب مفيش فيه. الا هو. لا يا صاحبي انتوا متعادلين كده، انتوا ليكوا 3 جولات. ماشي.
عم الاهلي واليابان كان امتى؟ 2006. هو كان بيلعب قدام الاهلي والهلال، كان في انتر ناشونال البرازيل، لما قعد ينطق الكوره على كتفه مش فاكره. بانوتيلي لعب في الدوري الانجليزي ولعب في الدوري الايطالي بس ما لعبش في الاسباني صح؟ ما لعبش في الاسباني. انا بيدرو او قال به وواو ولعيب لسه بيلعب دلوقتي أنا جاي قديم. أنا- انا جه في دماغي بيدرو بيدرو بس ما بس- جاش بيدرو هو لا بيلعب بس- في ايطاليا. بيدرو لحد دلوقتي لسه بيلعب. كيلو بامية. يلا. اللاعب ده تمتع بشهرة وشعبية رائعة، فقط كان على أغلفة لعبة بيس في إحدى السنوات ولعبة فيفا في إحدى السنوات. حصل كتير يعني. واحد كان على فيفا وبيس. طب ثانية واحدة عشان دي مش هتعدي مني من أول كيو كده، لازم أوزع واحد. رونالدينو. اخلص بقى، اقعد في جنب. استنى بقى، طب سمعني التاني أكيد طالما هو جاوب. اللاعب ده تم ترشيحه لجائزة البالون دور عدة مرات، أفضلها حقق المركز الرابع في التصويت. رابع. يبقى انيستا. اللاعب ده أكتر طب لاعب اسمها تسجيلا التالت. للأهداف لفريقه. اكتر لاعب مسدد الاهداف ما تجاوبش. خليك قاعد ساكت كده. أكتر واحد جاب أهداف في فريقه. استنى بقى معلش. قلنا عشان نسيته. لا انت قلت يعني انت ثواني بس. هو انت فاكر- قلت هو فاكر. مركز رابع. انت قلت مركز رابع ما خدش مركز اول خالص. افضل مركز رابع. في البالون دور. بيلعب ما انت مش هينفع تقول لي انت ايه. اقعد ساكت. تايمر بعد إذنك، أنت المفروض بقى أول ما تخلص الكيو تدي ماشي. التايمر. خلاص. طالما في واحد بس اللي بيجاوب. يلا اكتر لاعب سجل في قدامك 20 ثانية. 20 ثانيه. حلوين ان شاء الله اجيبهم. خلصوا. هو ده. بوترك. يلا. يا جدعان مش عايزين أي رياكشنات. بعد إذنك. ماشي كمل. أوه. اللاعب ده فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الذي يعد الفريق الأكثر خسارة لنهائي دوري أبطال أوروبا. ها بوجبا. لا. ازاي ما كسبش زفت مع اليوفي؟ لا. الناس اللي طيب يا عم الحاج بعد اذنك الاول انا جاوبت. قدامك 5 ثواني. لا هو لسه ليه كيو. لا خلاص مش هقول. ماشي. اللاعب ده فاز بكأس العالم لكن سجل هدفين فقط في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. فاز بكاس عالم. والله. انا نسيت الهندات كلها. معلش اقول لك انت تاني. لا طيب طب بص قول له أقول من لك ده التايم بس- بتاعه. كان على بيس وفيفا. تمام. تم ترشيحه لجائزة البالون دور وكسب المركز الرابع. معلش. اللاعب ده أكتر لاعب تسجيلا للأهداف لفريقه. اللاعب ده فاز بدوري أبطال. اقول واحتفل. لا. هحتفل. والله ما واثق فيك هحتفل. يا عم، والله ما واثق فيك. قول. جيرارد. يا عم جيرارد ايه؟ اكتر تسجيل مش لا ده جيرارد في حقبته يعني في حقبته. ليكوا كل واحد فرصة واحدة. هديكوا هنتاية. خد دوري ابطال. اللاعب ده هو المفروض ما يجاوبش انا اللي اجاوب. لا هو بس جاوب. هو لا. خلاص هو خلاص. جاوب. اصل كل هنتات كان ممكن خلصت. ما يجاوبش. كان ممكن ما يجاوبش. كل الهنتات خلصت. خلاص. كان ممكن ما يجاوبش. لا بص. بلاش تحيز. لما الهنتات كلها تخلص مفيش حد يخسر. انتوا خلاص ما الاثنين ليكم تقولش فرصة هنتات، عيد مساوية. الهنتات. عيد خلاص. الهنتات وانا اللي اجاوب. انا هعيد لكم عن الحكم. اسمع بقى. أنا هو هعيد له. جاوب. اسمع كان بس ممكن ما اسمع. يجاوبش. كان ممكن ما هحرمك. يجاوبش. هخليه هو اللي يجاوب. والله غششه والله شفته. والله شفته. والمصحف شفته. والله العظيم شفته. طب اقول لك على عامل حاجة. كده اهو. هنعمل حاجة حلوة. لو قالها صح هيخسر. هو ده. لوكاكو. طب ما انا كده. لوكاكو. لا. ما انا هقول اللي انا فهمتها منه. خلاص انا كده جاوبت. قول ماشي. الهنت بقى. ماشي. قول. كده احنا خلصانين. انا عامل كده والله. قول. ما فهمتش. بس قول. دي اخرها. اقولها وخلاص. ما انا هخسر. بقول لي هخسر. قول. خلينا متعادلين وخلاص. لا مش قول. هقول. ها. لا يا اسطى والله ما انت هتخسرني. ده حكم. ده ظلم والله. معلش يا ابويا. ماشي خلاص. طب انا قلتها صح زي ما هو قالها. تمام. اعتبر الجوله دي ملغيه. لا، هندي فرصة لهورور مكانك ماشي. دلوقتي. ماشي. ماشي بس مش هخسر. هنديله فرصة دلوقتي. ادريانو. لا. ايه ده؟ الحمد لله. هي دي اللي غشها منه. بس انت ليك فرصة. حلو. هو انت بتغشني غلط؟ اللاعب ده التصوير يخلص. اتحط صوره على الفيفا والبيس. حلو. وترشح اكتر من مرة للبالون دور.
كان اكتر لاعب تسجيلا للاهداف لفريقه. اللاعب ده فاز بدوري ابطال اوروبا مع فريقه الذي يعد الفريق الاكثر خساره لنهائي دوري ابطال اوروبا. اديكوا هنتايه. يا ريت يا ريت، انا بحب الحاجات دي قوي. اللاعب ده اسمه مكون من اسمين، يعني زي عبد الله كده. هو عربي؟ ما بالكش انت تاني عندي، وكل واحد ليه جواب واحد. استنى، هو عربي؟ ماليش دعوه، عربي افريقي المهم تقوله. حد هيجاوب؟ اسم واحد من قسمين؟ مش عارف. هو اسمه، هو مشهور ان اسمه قطعتين. عشان دي واقفه ليه؟ ها. واقفه، انا مش جاي في دماغي اي لعيب. ها، استنى بس اسمع. اديكم مساعده تانية. ها. اللاعب ده اول حرف من اسمه مش حوار ميم، الأسامي- لا مش حوار ميم. الاسامي ده مش حلو. ميم. لا قول لنا انت تاني. حوار الاسامي ده مش حلو. انا هقول لكم، انا الحكم اللي بقول. ها. اول حرف من اسمه، قول لنا جنسيته. اول حرف من اسمه دال. ما هو اكيد مش هو. اكيد مش اللي في دماغي. اديني تايم بعد اذنك. اكيد مش اللي في دماغي. لا، ما حدش بيجاوب لوحده. ماليش دعوه، خلص انا السؤال. الحكم، انا اللي بدي. خلاص، ما هتفضلوا متعادلين. يعني اسم واحد من قسمين؟ يلا قدامكم 10 ثواني. لا 10 بس انا لو جاوبت غلط خلاص مش هتتحسب لي. دقيقه. هو يا ابني، وانا الحكم وانت الحكم. يلا 10 ثواني خلصوا وانا بتكلم. طيب يلا 10 ثواني من دلوقتي. ما كسبش كاس العالم، ما كسبش زفت كاس بالبيرو. العالم. لكن في دماغي دي ناتالي. والله عملوا الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. كان في دماغي دي ناتالي. مبروك لمصر. ما هو- هما الاثنين أنا على علمك الاثنين انا قلت اسم من اسمين. هو دي ناتالي اسمين نفس الاسم. هو دينا وتالي. ريح. الجوله الاخيره يا تتعادل يا تخسر. بعد اذنك، خميس قطر. بعد اذنك ما توريهمش الاجابه. يا اسطى والله ما حد غششني. والله بص والله ما حد عرفها. ده اللي غششني. استنى ما توريهمش الاجابه. سامعهم بيقولوا دارس بير. كيلو باميه. اللاعب ده لعب في الدوري الانجليزي والفرنسي والايطالي والاسباني. حد نجم يعني. جدا. ماشي. لعب بجوار لاعبين عظمى زي نيمار وسواريز وابراهيموفيتش وفولاران. تاني كده، ابراهيم لعب ضد مع مين؟ وركزوا على ابراهيموفيتش. لعب مع مين؟ لعب جنب نيمار، سواريز، ابراهيموفيتش، فولاران. ماشي اللي بعده. هو تاني اكتر اللاعبين تسجيلا للاهداف لمنتخب بلاده. تاني. ماشي جابش الاول. فاز ببطولة كوبا امريكا مع منتخب بلاده. فالكاو. ليك اجابة ولا هتأجل؟ لا اسمع طبعا. ماشي. اسكت انت، المرة الجاية خلصان بقى، اسكت. بعد اذنك ما تبصش هنا. في ما قلق. تبصش، في حاجة هما ما يعرفوش اصلا. افرض عرفوا. لا في احد الفرق اللي لعب لها ترك الفريق بعد ان اصبح الهداف التاريخي له، ولم يعد الهداف التاريخي دلوقتي. استنى بس عشان انا كفاني؟ عارفه. انت مالكش دعوة. اقسم بالله كنت عايز اقول كفاني. خلاص اقسم خلاص. بالله خلاص، أنا قلت خلصت. فالكاو. والله كنت عايز اقول انا في دماغي كفاني من أول شوية على فكرة. قسما ما بالله هو سهل كنت عايز جدا. اقول كفاني. انت اللي خلاص، انت اللي انا قلت متهور. فالكاو ليه؟ سؤال سهل ايزي كده. انت اللي easy. متهور. انا اصلا عايز اقول كفاني. خلاص، ما خلصت كده. كده متعادلين. بس نلعب بس هتلعبوا بيست البساتين دلوقتي. يلا. القادر الفاجر. الباير الناس. حامد الشاكس ومانشيلو. كيلو باميه. بيست البساتيت. سهل ولا صعب؟ سهل جدا. هو اكتر لاعب سجل الاهداف في نهائي دوري ابطال اوروبا بالتساوي مع عمالقه. ماشي طبعا مش هتعرفوا تقولوا اول أكتر كيو. واحد سجل في النهائي. سجل في نهائي دوري الابطال بالتساوي مع عمالقه. سجل 5 اهداف في 8 مباريات كلاسيكو. ركزوا في الكلاسيكو. 8 مباريات كلاسيكو. فاز 4 مرات بدوري ابطال اوروبا مع 3 فرق مختلفه. دوري ابطال اوروبا 4 مرات مع 3 فرق مختلفه. ماشي هجيبه لك انا في السهل منه ده. ماشي. لعب لريال مدريد فتره بس مش طويله. روبن. اركن. ما جابش جوان في الكلاسيكو، كان زي الزفت في الريال اصلا. هو روبن لعب في الريال اصلا؟ ايوه يا عم، هو طالع من الريال وبعد كده راح تشيلسي وبعد كده راح البايرن. هو هيركن ويقول هنتايه عشان هبني عليه. ماشي. هو اكتر اللاعبين فوزا بجائزه افضل لاعب افريقي. مفيش اسهل من كده. طيب بعد لا، اذنك معلش. دلوقتي حالا عشان انا عرفته. طيب دلوقتي حالا عشان انا عرفته. طيب ليك 10 ثواني. 10 9
8 استنى ما استنى، تعملش انت دوشة. بتوترني كده والله، 6 والله بيوترني كده. ما هو والله لازم ما دي مش أربعة. الطريقه دي مش طريقة. 3 2 خلصت 1 انتوا سقف له. يا عم عيب يا عم جابها في والله آخر العظيم ثانية. كنت هقوله هو والله جابها كنت في اخر هقوله. ثانيه. ولا الراجل عديت لي زمان الوقت الراجل عمل لا انت لو ما كنتش عديت كنت حسبت لك. انت بتركز على اللي بقوله اصلا. لا والله واصلا ما سمعتهاش. والله بيبص عليهم طب أنا قلت على حاجة. يا ابني هم اصلا ما يعرفوش. انا قاعد مركز معاك انت قلت انت يا عم اصلا ده كان بيقول حكيم زي بيقول حاجه انا هو عايز ما هو ممكن يسمع من كلامهم يلقط منه حاجه لا لا والله. لا لا والله العظيم ما سمعت. ده بيقول حكيم زياش اصلا ما شافش اصلا شكل اسباني. طيب يلا انا مش عارف انا اتسرعت دي انا عرفت والله العظيم اول ما جاوبت عرفت احب اهدي معلش. خلاص. ثواني الصوت يا جماعه بعد اذنكم. بيقول لك تواضع عند النصر واكتئب عند الهزيمه وانا مش انا هكتئب وما على الصندره. وانا مش كيلو باميه انا جيت لك الناحيه دي انت حكم بس خليك نزيه. لا 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 ده شغل نزيه. الرشاوي. يلا هي اللي جت على الوش اهي انت ونصيبك بقى يلا لا عليك واحد يكون في الحنين. لو بصيت الناحيه دي هعتبرك جاوبت وهخليه هو يجاوب يا عم مش لوحده بص من هناك قبل يا ما عم. نبتدي مش كده باصص هناك. حكم انا قاعد مؤدب اهو. يلا الدليل الاول اللاعب ده في اوروبا لعب في الدوري الهولندي والانجليزي والبلجيكي والاسباني والفرنساوي والايطالي ما سابش حاجه يعني ماشي بس ما راحش لا ثواني انجليزي. انجليزي بلجيكي اسباني فرنسي ايطالي هولندي لعب في كله. ماشي. حد هيجاوب لا طبعا. ماشي هنقول الدليل الثاني اللاعب ده لعب لنادي افريقي واحد بس وباقي مسيرته كانت في اوروبا ثواني بقى معلش. اللاعب كده لعب لنادي افريقي واحد بس ومسيرته بقيته كلها في اوروبا حد هيجاوب قول لي معلش الدوريات تاني. انجليزي مشكل كل الدوريات. لا كتير في كتير دوري كده معفن في النص. انجليزي اسباني فرنسي بلجيكي هولندي ايطالي بلجيكي. انهي واحد المعفن اللي فيهم بقى بلجيكي يعني اقل واحد. ماشي تاخدوا ريسك يا جدعان انا كنت عمال ارزع اسامي هنا ولا رزعتش ولا اسم عايز صح افتكر اسمه. ماشي نقول الدليل الثالث اللاعب ده مع منتخب بلده فاز بلقب واحد فقط سهلت والله خالص انا ثواني معلش. انا كل كيو هدي دقيقه لو ما حدش فيه جاوب هقول اللي بعده دقيقة كتير يا عم 10 ثواني. اديني كيو اللي بعده. محدش عارف ايه يا جدعان في ايه طب جازفوا حد يدي اسم يلا بس يلا. اللاعب ده اعتزل سنه 2013 2013 بالظبط انا بدات احدد ملامحه. بدات احس بيه. حسسني بيه انا طب انا هقول لك على حاجه لو قلته غلط. هو هيجاوب اللي بعده هو فاضل كيو في واحد لسه في كيو. واحد قول وانت مطمن. مين؟ اجابه صحيحه ازاي بقى؟ سقفه ثواني سقفه في كيو غلط. اللي هو- واحد جه في بالي. اللي هو مين اللي بقى في الزمالك وفي الاسماعيلي. مين بيلعب في الزمالك بس؟ لا في ما الاسماعيلي. لعبش في الاسماعيلي درب الاسماعيلي والله من اول اسم. هو درب انا عارفه. درب الاسماعيلي شتتني. درب الاسماعيلي انما هو ما لعبش مصر الاسماعيلي بلدنا مصر. والله اول واحد جه من اول كيو قلت ميدو بس لما عشان- التاني كيو قال لي لا. صندرة ناديك. ده تاري مين اللي لعب في الزمالك والاسماعيلي كنت بتفرج على شيكابالا، وثائقي. شيكابالا. لا مش شيكابالا بس الحضري. والحضر في الزمالك والاسماعيلي واهلي ما- والاتحاد. هو الحضر احترف في دول بره. هو دول اللي اتلعبوا يا رومي لا لا رومي دول اللي اتلعبوا شتت دول اللي اتلعبوا شتت اللي هو ميدو. ما ميدو لعب في الزمالك وفي الاسماعيلي. هو اللي واحد لعب في مصر. ما أنا ما جاتش في بالي دي. مش غير الزمالك، ميدو لعبش في حته غير الزمالك. كيلو باميه الدليل الاول وفي شويه تواريخ وبتاع فانتوا ايه ركزوا معايا كده اتولد في مارس 76 في مدينه ريو دي جانيرو ده اكيد مش عارفين. ماشي اللي بعده. تعرفوا الحقبه بتاعته فين ما شغلوا دماغكم شويه 76. اتولد 76 يعني شوف هو قضى قد ايه لعب كوره امتى يعني صحصحوا دماغ بالظبط ماشي. كده لعب في مركز المهاجم وكان متميز بمهاره استثنائيه في المراوغه ماشي كمل. محدش عايز ياخد ريسك رونالدو دي رالية ده اسمه ايه؟ الظاهرة. اجابه صحيحه سهله يا جدعان كيو. جربوا يا عبد الله. انتوا مش عايزين تجربوا ليه جانيولي برازيليه، انا عارف انها برازيليه. عارف انها برازيليه. رونالدو اقسم بالله انا اللي قايله. ولعب ويقول لك كان إيه السهولة دي؟ مهاجم بيراوغ. قول لنفسك ايه السهوله دي طلع
يلا بتاع ميدو. عمال اقول لك هي دي برازيل. انا ما بجاوبش الا الصعب اصلا. وهدف التعادل لابراهيم سعيد على ابراهيم ابو كامل. انا بسيب لك السهل اصلا. بقول لك من تاني انا بسيب لك السهل. كيلو باميه. يلا السؤال الفصل. اللاعب ده لعب لثلاث أندية من النوادي التي حققت دوري الأبطال ولكنه لم يحققها ولا مرة. لعب لثلاث أندية خدت دوري الأبطال بس ما كسبهاش ولا مرة. ماشي. كمل. حد جه في دماغه حد؟ لا محدش عايز يقول حاجة؟ لسه موضوع بدري. كبير قوي لسه بدري. اللاعب ده ليس لدى منتخب بلاده أي بطولة. خالص. منتخبه نفسه ما عندوش ولا بطولة. يعني إيه جنسيات نهائية صح. وهو نفسه ما خدش دوري الأبطال. ماشي كمل. هو نفسه ما خدش دوري ابطال. أيوه لعب مع ثلاث أندية خدوا دوري الأبطال وما خدهاش ولا مرة. مش عايز ابوظ الموضوع بس ممكن اقول هالاند. غلط. انت اللي هتجاوب الجاي لوحدك. ليه؟ ماشي انا لعب مع ثلاث نوادي خدوا دوري الأبطال قبل كده. ماشي ما هو دورتموند ماشي اسكت. ومين؟ والسيتي بس خد. وبعدين يا دكتور ومين؟ واخدها- السيتي ما خدهاش قبل كده، هو خدها معاه. وهو ما خدهاش ولا مره. انا قصدي اللعيب اللي في ايدي ده ما خدهاش ولا مره، هالاند خدها. ماشي. اللاعب ده شارك في اليوروبا ليج 6 مواسم مختلفه. هحط لك تاتش من عندي على نفس الكيو. خسر نهائي. خسر النهائي واحد يعني معاه 5 اوروبا. لا هو لاعب في 6 مواسم، ما قلتلكش خدها 6 مواسم. لعب في 6 مواسم مختلفه ماشي. وخسر النهائي مره. ولعب في 3 فرق. الريتشن ده هيفرق كتير يعني، الا لو حد فيكم جاب المنتخب. اللاعب ده هداف تاريخ المنتخب بلاده. هو اللاعب ده لسه بيلعب اصلا؟ ده كيو ما اقدرش اقوله. عايز تعيد الكيوات تاني عناية ليك. اللاعب ده لعب في 3 أندية من النوادي التي حققت دوري الأبطال ولكنه لم يحققها ولا مرة. واللاعب ده لسه لدى منتخب بلاده أي بطولة. اللاعب ده شارك في اليوروبا ليج 6 مواسم مختلفة وخسر نهائي. اللاعب ده هداف تاريخ المنتخب بلاده. أقول الأخير كده مفتوح لكم انتوا الاتنين تجاوبوا عادي. ماشي. اللاعب ده كسب هداف الدوري الألماني في إحدى المواسم. قد لمعت عيناه. وريني. مش عارف. لا مش هو. اخر كيو ايه؟ خد هداف الدوري الألماني قبل كده. وخسر يوروبا ليج كسر نهائي اليوروبا ليج. بس ما لعبش في 6 مواسم. لا ما لعبش في 6 مواسم في اليوروبا وخسر نهائيين يوروبا ليج. او في بعد كده ممكن نجاوب حاجه ثانيه. ثواني بس ليك يعني 20 لو ثانية. لو انا جاوبت غلط فيه ممكن ناخد بقى فرصه هديك هنت من عندي مثلا. مثلا. ماشي. بس لما تفتح لكم انتوا الاثنين. بس انا كده مفتوح لي ان اما انا تجاوب. لا انا معليش خطر دلوقتي اقول عادي وبعد كده ممكن نفتح لنا الهنت. اهبط بقى حاجه. ممكن اقول بس مش ليفا. لا ادينا واحده هليبيلي. مش ليفا. ليفا لا في دوري خلاص وقتك خلص. هنقول البتاع. وقتك خلص. مش هديك اكتر من كده. لاعب افريقي. افريقي. انا دي خلاص اتقالت مش هينفع بعد كده. مش هينفع ايه؟ بالرحمه. لا دلوقتي معلش. دلوقتي يا اسطى دلوقتي. عد لي كوهات بسرعه. اللاعب ده لعب ل3 انديه خدت دوري الابطال وهو ما خدهاش ولا مره. ومنتخب بلاده ما عندوش ولا بطوله. شارك في 6 اوروبا ليج وخسر 2 نهائي. هداف تاريخ المنتخب بلاده وخد هداف الدوري الالماني قبل كده. ما تبصلوش يا اسطى. بص اللي قاعد في الصنداره انت. بص بس ثواني خلص. انت اصلا انا وقفت خلاص. وقتك خلص وهو جاوب. خلاص ليك فرصه جاوب. لا ما خلاص حبيبي فرصته خلصت. هو جاوب قبليك. خلاص يبقى انا هقول لكم هنت تاني. ماشي. خد هداف الدوري الانجليزي قبل كده. اوبا ولا محمود فيه اسمه استنى. انا في واحد في دماغي بس انا مش عارف ده لاعب ولا لا. هو ده كان مهاجم ولا مش مهاجم؟ دروجبا. غلط. خلاص بقى هو ما عندوش اي فرصه ثانيه. خلاص بقى اللي لو انت جاوبت. ما هو انت خلاص هو هو انت جاوب. ماشي. ثواني اوسيمين. غلط. خلاص هنفتح اجابه ثانيه. جاوب استنى معاك. لا احنا فتحنا مع بعض. لا هو جاوب واحده. مفيش كيوهات تانية مفيش كيوهات تانية عشان تتفتح مع بعض. معلش. كل دلوقتي اللي هيجاوب التاني ليه 30 ثانية. اسمع كلام الحكم عني. 20 ثانية بس عشان انا بزهق بسرعة. قول هنتاي. لا مش هقول هنتايه. هو كده انا خلصت. هو كده دلوقتي انا عايز منكم اجابات لحد اما ازهق منكم واقول الاجابة. ما خدش معاهم ولا هو المنتخب منتخبه ما عندوش ولا بطولة. جورج ويا. 20 ثانية كمان. ايه ده ثواني جاوبش. والله ما خدتش بالي. جاوبش. ما خدتش بالي بحسب. ليك 20 ثانية كمان يا ابراهيم. طب ينفع تحط انتهاء بعد ما الموضوع يخلص او اسالك انا حاجه خلاص الوقت خلص. حاجه قديم ولا جديد؟ اقول اوه هو مين؟ صح. سقفوا له.
صح مش والله. جاي على يا بالي جدعان خالص. خد الدوري هداف الدوري الالماني وهداف الدوري انا مش الانجليزي جاي على بالي، انت فاهم؟ مش لاقيه. وهو قاعد انتوا قعدتوا تقولوا اللعيبه اللي لعبت في دورتموند كلها هات اوباميانج مش بقى. جاي خالص. كيلو باميه. الدليل الاول هو مدرب كره قدم حالي في الدوريات الخمسه الكبرى رغم ان سنه ليس بالكبير. حد هيقول حاجه؟ بوتشينو اللي كان بيدرب يلا تشيلسي ودرب سبارس. مش هو غلط ما تجاوبش، ضايقتني على الفاضي. انريكي. يقول لك انت- سنه مش كبير. انريكي ده جدا. انا ممكن الغي السؤال ده على فكره وتجاوب ليه؟ ما انت كان ليك فرصه تسمع خلاص اجابه. يا كده اما احنا الاثنين مع بعض مش مشكله، مش هنعرف بسرعه يعني. ماشي. خد 3 القاب مع منتخب بلاده. هو لاعب ولا مدرب؟ وهو لاعب. هو لا اكيد يعني. يقول لك هو مدرب جديد لسه صغير. بس درب في كام دوري؟ مدرب حالي في احدى الدوريات الخمسه الكبرى. ماشي. كومباني. غلط. هتجاوب ولا تستنى؟ استنى. ماشي. نورسكي مصطفى بتاع. بيقولوا ان هو كان فخور بالفرق التي مثلها حيث قال انه مثل افضل فريق في كل دوله لعب بيها، يعني هو في كل بلد راح لعب في احسن نادي فيها. من وجهة نظره. ما اي حد هيقول كده. من وجهة نظره. اي حد هيقول كده. انا رحت لعبت في لا مش هقول. لو رحت لعبت مع اصحابي هقول كده. احنا بنلعب في احلى فريق في الدنيا. واحد من افضل ممرري الكرات الطويله في العالم. اقول قول لو عايز وقت لسه هتستنى وهتحضر. معلش انا عايز اول هنت تاني كده. مدرب في احدى الدوريات الخمسه الكبرى رغم انه صغير سنه مش زي مدربين. صح، اجابه صحيحه. كله سهل. سامعها من سعيد. والله يا ابدا. عم احنا قلنا والله ابدا. من اول هند قلنا اظن. واحنا مش قلنا لك وانت مش عايز تقول اللي احنا قلنا ليه؟ يعني كمان بيغششوك وغبي. كده ما كده. غششنيش، لو انت غشيتها كنت. كده رومي كسب، نسمع له سقفه. كيلو باميه. الدليل الاول لعب في الدوريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني. انجليزي وايطالي واسباني يا سيد. شايفك شايفك بتغمز لحد ولا بتعمل لحد يعني. ماشي. لعب لمنتخب بلاده اكتر من 70 ماتش وسجل اكتر من 30 هدف، ولكنه لم يفز باي بطوله وخسر نهائي كاس العالم. الاخيره دي من عندنا. ماشي. طب انا محتاج تاني يفكرني بالكيو. لعب في اسباني ولعب في الايطالي والانجليزي. اسباني وايطالي وانجليزي. ماشي. لعب 70 ماتش للمنتخب، جاب فيهم اكتر من 30 جول، ما كسبش ولا بطوله مع المنتخب وخسر نهائي كاس العالم. اسباني وايطالي وانجليزي. خسر. ماشي. هل حد عنده اجابه؟ ممكن جازف. دي ماريا. ريسك. ولا كسب يا عادي ما خسر 2013. بقاش سنه. انا ما قلتش اللي هو ما كسبش، انا قلت لك خسر نهائي كاس العالم. هو غلط. ممكن كسب ممكن يعني ممكن كسب. ممكن يكون كسب، غلط ولا صح؟ ممكن لا. هو قال دي مرايه. وهي لا. ماشي. غلط. بيتحرم هو. هو انت قلت إيه ده ايه؟ لا ليه؟ ثواني يعني تاني كيو ايه؟ لعب 70 ماتش، جاب أيوة. فيهم اكتر من 30 جول، ما خدش ولا بطوله وخسر نهائي كاس ما العالم. خدش ولا بطولة. ماشي يعني معهوش ولا بطولة. لعب مع الكساندرو، مسعود اوزيل، اريان روبن وداني الفيش، وانت ما تجاوبش. كل لاعب مع مين؟ داني الفيش، اريان روبن، اوزيل، الكساندرو. هو ما خدش ولا بطولة مع منتخبه. ما خدش ولا بطوله مع منتخبه. هو ولا منتخبه نفسه؟ هو لا هو. ماشي. وما تتكلمش كتير، ما تضيعش وقت الراجل اللي هو بالفعل وقته خلص. لعب لثلاث انديه ايطاليه مش من ضمنهم انتر ميلان. بتاع باريس ده كان اسمه ايه؟ كفر مش عارف بس. ركزوا في الكيوهات، انا بقول لكم. روبن، انت قلت في الكيو التاني لعب مع روبن ومين؟ روبن، الكساندرو، مسعود اوزيل، داني الفيش. حد يريسك؟ انا مش فاهم. احنا مش بنلعب في البورصه هنا. ماشي خش على بعض. انت هتيجي تقعد دلوقتي اهدى. هتشوف. عايزك أنا ترفع لسه ايدك، أشوف. عايزك ترفع ايدك وانت واقف هنا. اخر كيو موجود معايا. كسب اليوروبا ليج لكن ما كسبش الشامبيونز ليج ولا مره. نعيد الكيوهات وهيبقى معاكم بعد الكيو دقيقه واحده ترزعوا فيها اجابات وبعد كده السؤال هيتلغي. لعب في الدوريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني. لعب 70 ماتش مع منتخب بلده، جاب اكتر من 30 جون، ما فازش ولا بطوله وخسر نهائي كاس عالم. لعب مع الكساندرو ومسعود اوزيل وارين روبن وداني الفيش. لعب لثلاث انديه ايطاليه مش من ضمنهم انتر ميلان. كسب اليوروبا ليج لكن ما كسبش الشامبيونز ليج ولا مره. اقول لكم كيو من عندي كمان، ده حاجه من عندي كده. كان من ضمن 3 صفقات حصلت من ريال مدريد لنابولي في موسم واحد. من ريال لنابولي ولا من نابولي يعني؟ من ريال لنابولي. يعني هو راح من الريال لنابولي. لا ارجع هو تمسكنا اهو. انا سهلت لكم خلاص عشان تجيبوها. طب ما اقول مركزه. لا انا مش هقول حاجه خلاص، انا بقول سهلتها خالص خالص. ما حد يريسك يا جدعان في ايه؟ استنى يلا. التاني هيبقى ليه 30 سنه.
يلا عشان دقيقه وهلغي السؤال، لا استنى وهتزعلوا ان ده سؤال سهل وانا سهلتها لكم خالص. من ضمن 3 صفقات راحوا لعب في الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني، لعب اكتر من 70 ماتش مع المنتخب، جاب اكتر من 30 جون، فاز باي بطوله وخسر نهائي كاس عالم. لعب مع الكسندر ومسعود اوزيل وارين روبن وداني الفيش. لعب لثلاث انديه ايطاليه مش من ضمنهم انتر ميلان، كسب الأوروبا ليج وما كسبش الشامبيونز ليج، وكان من ضمن 3 صفقات اتنقلت من ريال مدريد لنابولي في موسم واحد. مفيش هنتايه كده. يا جدعان هي سهله، هبسطها لك ماشي. والله، هبسطها لك من نفس الكيوهات. قرب بس كده على الترابيزه. لعيب راح من ريال لنابولي وخسر نهائي كاس العالم. غلط، ليك 30 ثانيه. 20 بس. مش هو ما لعبش مع لو راح نابولي. رونالدو ما راحش نابولي اصلا. انا قلت راؤول. راح نابولي. يا عم هو مش يمكن راح وانا ما اعرفش. انا شايف الموضوع ابسط من كده. ميسي ورا زعلان منكم. هو هو بقى هو هيجوايين. صح، سقفوا للسيد. ولا انتوا غششتوه. والله ما حد غششهم والله. انا بس اول ما قال هو انا بصيت عليهم. محمود والله ده والله انا قايل من قبل ما انت اول ما قال هو رحت انا باصص عليهم كده. انا سهلتها لكم خالص. انا قلت خسر كاس العالم يبقى معلش. اللي خلاك تجيبه لما قال لك ميسي زعلان منه. ايوه اوزيل في الريال أيوة. صح؟ ما انا عمال افكر بقى اوزيل في منتخب خد كاس عالم. ولعب مع روبن في الريال. الله ريال معروف. انا لسه قايل لكم من شويه وانا قاعد من شويه ان روبن لعب في الريال. ده جاي من ده كيلو باميه. عشان تبقوا برضو عارفين هو ريسكي. شيكابالا. ريسكي فانتوا ايه، فتحوا دماغكم ووسعوا افاقكم كده. ماشي. اللاعب ده بدأ مسيرته في نادي السكه الحديد. محمد بركات. اسكت بقى، مالكش بقول لك دعوة. وسع افاقك. مالكش اجابه اسكت ماشي، بقى. ماشي. ها. اللاعب ده بعت فيديوهات لنفسه لكشافين خارج مصر، فيديوهات بتاعته هو اللي بعتها بنفسه بره. كشافين خارج مصر معنى كده ان هو احترف. ده بتقول كان في لسان. محمد شوقي. غلط، انت اللي هتجاوب الجايه لوحدك. لا احنا الاثنين. ما هو لا، جاب كان واحد ممكن ما الأول. تجاوبش، كان ممكن ما تجاوبش وتقولوا اللي بعده، اللي بعده هيفتح لكم انتوا الاثنين. يا راجل. اه ماشي يا سيد، الكيو ده ليك لوحدك. اللاعب ده اول هدف سجله في مسيرته الاحترافيه كان في الأوروبا ليج. زيدان. غلط، جاي لوحدك. ماشي. ها. اللاعب ده مثل مصر في بطوله افريقيه واحده. بص بقى. هو الموضوع برضو ايه؟ مصر المصري دي بتاعته. ريسكي شويه. انت بتقول سجل اول هدف ليه كان في مسيرته الاحترافيه في الأوروبا ليج. امام عاشور. غلط، اللي جاي لوحدك يا سيد. انتوا تهورتوا زياده عن اللزوم ماشي ليه كده. ماشي. لعب في مصر بطوله افريقيه واحده. اه يعني ثواني بطوله دوري ابطال افريقيا ولا في بطوله افريقيا بتاع المنتخب؟ منتخب، بقول لك مثل بلاده في مثل بطوله مصر، افريقيه واحده. ماشي، ماشي. اللاعب ده احترف في عده بلاد، في البرتغال واليونان وامريكا والصين. انت قلت ايه؟ البلاد ايه؟ البرتغال واليونان وامريكا والصين. مين لاعب مصري عندنا لعب في اليونان وفي الصين؟ عمرو ورد. دي اجابه ولا انت بتناقشني؟ إجابة. لا غلط. بس اليونان كويس عمرو إنت ورد. قلتها. كان في بالي بس ما وصلش للصين ده. ما اعرفش. لعيب وصل للصين، جه المنتخب بتاعنا مره واحده، شفناش وشه تاني. ماشي كمل. أوه. واللي بعد عايزين- عشان هو عايزين الجاي. هو خلص. ما انا خلص كده طيب. بس كده. استنى اقول لهم تاني. طب هو ثواني انا اللي عرفت. طب ايه ثانيه واحده بقى. انت مين اللي جاوب اخر واحد؟ هو سيد. يبقى ليك أنا 10 اللي ثواني يا عرفت. رومي. طيب عد الكيات. مثل منتخب مصر في بطوله واحده. ماشي. اول هدف سجله في مسيرته الاحترافيه في الأوروبا ليج. بعت فيديوهات لنفسه للكشافين خارج مصر. بدأ مسيرته في السكه الحديد، لعب في البرتغال واليونان وامريكا والصين. 10 ثواني من دلوقتي عشان السيد هيجاوب. ان شاء الله باذن الله يطلع هو. صالح جمعه. غلط. علي جمعة. غزال. صح. اقسم بالله انا عبقري انا. ارجع سيد. علي غزال الاسمر ده الطويل اللي قاعد لعب. بس هو لعب مع المنتخب خد بطوله مع اكتر لعيب لعب بطوله 2019 المعفنه اللي كانت هنا دي. 2019 والله ما سمعتك يا ابراهيم ولا اعرف قلت ايه. 19 اقسم بالله. هو جه مره كده. هي البطوله المقرحه اللي كانت في مصر هنا دي. مع حظ الساعه مصر ده. كيلو باميه. اللاعب ده لعب في الدوري الاسباني والانجليزي والفرنسي وحقق الدوري في كل الدوريات اللي لعب فيها. اللاعب ده كسب دوري الابطال واليورو وكاس العالم. ديمبلي. اللي بعده اللاعب ده مع دانيال الفيش، لعب مع دانيال الفيش وابراهيموفيتش وايدابيور وادجار ديفيز. اجويرو. اركن ليك هقول لك قلت الهنتايه. لعب مع تيفيز. هو قلت تيفيز صح؟ هو ادجار تيفيز صح؟ ديفيز. ادجار ديفيز. لا خلاص لا مؤاخذة. ماشي. الهنتايه الجايه محمود اللي هيجاوب بس.
اللاعب ده كانت اولى تجاربه التدريبيه في فريق الشباب التابع لنادي ارسنال. هنا انتوا الاثنين في الضياع خالص. طب قول بس. طيب مبدئيا كده اللاعب ده اسمه مكون من حاجتين تيري هنري. يعني عمرو ورد. اللاعب ده لعب في الدوري الاسباني والانجليزي والفرنسي، وحقق الدوري في كل الدوريات دي، ماشي. وكسب دوري الابطال واليورو وكاس العالم. قديم ولا جديد؟ طيب قديم يا عم، ده عمال يحكي لك بيلعب في اول الالفينات. ها مش قديم قوي في اول الالفينات. يعني مثلا ايه في عمر محمود كده. عمرو محمود ازاي يعني؟ بجد انا عمرو صلاح بجد والله صلاح لسه بيلعب. في الحاجه و30 كده، شاب وسيم كده وزي الفل، تحسه رجل اعمال. وهنت كمان من عندي. وانا هو عشان ضيعت رجل الهنت. اعمال. انت عمال ترزع اسامي على لسه هقول لك هنت. اللاعب ده طول عمره احتياطي. مش هجاوب. المفروض ما يجاوبش. اللاعب ده احتياطي. لعب كتير قوي في اسبانيا احتياطي. شون فرنانديز. ناتشو يعني. ناتشو والله فرنانديز. مش ده هو ناتشو كان والله هم بيقعد اللي كاتبين لي كده. ما هو مش ده، مش اللي انت جبته ده. لما ده قال انت مش ناس خد كاس العالم فين؟ ده قال هنري. ما قلتش ده، انا قلت هنري مرتين اتنين. قلت هنري وتيري هنري. اقول ايه تاني مش فاهم. 10. لا والله حرام انتوا بتهزروا. ده انا جاوبت الاجابه مرتين يا عم. مرتين. اعمل ايه طيب؟ اقطع نفسي. لا ثانية واحدة. ما تبقاش كده يا سيد، ابتسم عند الهزيمه. ابتسم عند الهزيمه. ثانية واحدة. يا جماعه مش هم مكسر البتاع عليه. يا جدعان بس اذنكم ثانيه واحده عشان الغلط اللي حصل ده. هناخد تصويت. النقطه دي تتحسب ولا لا؟ تتحسب. وانا شايف ان هي تتحسب وهو شايف ان هو تتحسب، فانت مالكش حق تتكلم. هو مسجد هنا ولا مروح؟ رايه قال هنا يعني وجازفت مرتين. كيلو بامية. لعب في المانيا وسويسرا واسبانيا. ماشي. لعب لمنتخبين، واحد في الناشئين وواحد في الكبار. كسب كل البطولات القاريه الممكنه مع الانديه، بس ما كسبش ولا بطوله مع المنتخب. ما هم مش هيجيبوه من اول كيو. لاعب حالي موجود في الفرقه اللي هو فيها من 2020. محدش. هلا لا سيد هيسمع الكيو ده ويجاوب. لعب مع فيدال ومودريتش وجوميز وماتيب وراؤول جونزاليس وهونتالر. ماشي. بريزيتش. لا محمود اللي هيجاوب. هي الكيوهات خلصت. اديك كيو من عندي. لعب في الدوري الاسباني وقعد فتره حلوه فيه. قبل كده يعني؟ قريب مش بعيد يعني. قصدك مش حاليا يعني؟ اه هو من 2020 في فرقته، هو قبل 2020 كان في الدوري الاسباني. انت بتقول ما كسبش ولا بطوله مع منتخبه صح في الانتاج؟ بس كسب كل البطولات القاريه الممكنه. ايوه بس مع منتخبه لا. فكل البطولات القاريه الممكنه دي انت عندك بقى كاس عالم انديه هو انا ماشي، بس انا مش عارف هو كسب مع منتخبه ولا ايه. كاسيميرو؟ لا. انا بقى اقول سيد اللي ليه الهنت ده. بس قول الهنتات كلها قبل ما هديك هنت كمان. طب قول الهنتات كلها. ماشي. بعد ما يقول الهنتات ليك 10 ثواني بس تجاوب. لعب في المانيا وسويسرا واسبانيا. لعب لمنتخبين في الناشئين والكبار في نفس الوقت. كسب كل البطولات القاريه الممكنه مع الانديه، بس ما كسبش ولا بطوله مع المنتخب. لاعب حالي موجود في الفرقه اللي هو فيها من 2020. لعب مع فيدال ومودريتش وبابو جوميز وماتيب وراؤول جونزاليس وهونتالور. انت بتعرف يا عم ما يعرفوش اصلا. ماشي. بقى الكيو بتاعك انت هتقول. وسط. يا محمود. ما هو مش فوز، انا المفروض اجاوب. اديكوا حته كمان. شعره ملون. انا عارفه بس مش عارف اسمه. اقول وانت تقول الاسم يعني، اقول المواصفات كده. شعره ملون ابيض. لا مش بهزر. لعب مش عارف ايه، لعب مع كذا وكذا. اقول لكم على حاجه. هنتايه من عندي، انا مش متاكد منها بس انا فاكرها. خسر نهائي كاس عالم. خسر نهائي كاس عالم. لا ما انا بقول انا هنتايه انا مش متاكد منها. لا قول الهنتات من الاول. قولها تاني معلش على السريع. لعب في شعره. المانيا وسويسرا واسبانيا. لعب لمنتخبين في لمنتخبين في وقت واحد.
ناشئين وفي الاول. لا في فرنسا لما كبروا. كسب كل البطولات القاريه الممكنه مع الانديه بس ما كسبش ولا بطوله مع المنتخب. يا نهار اسود ده مستحيل بقول. ها اسهلها لكم انتوا الاثنين بس هيديكوا 3 ثواني 5 ثواني تجاوب. ماشي؟ ما انت كده استنى. بتقول الجبل السهل. أول ما لا أقول لا ما السؤال. تسألهاش، انا مش موافق. اول ما هقول أنا مش السؤال موافق. اسمع بس. خليه يقول بقى خلينا نخلص بقى لو كسبت كسبت. ما انت محدش هيعرف. لا مش يمين جمال لا. لما خسر نهائي كاس العالم الرئيسه بتاعت البلد بتاعتهم نزلت بسيتهم 1-1. دي برو. لا البرون ايه؟ هو حد في كرواتيا بس. استنى هقول لك اهو. استنى اهو. اقول لا اهدى بقى. اسكت. اسمه ايه؟ راكيتيتش. ما انا بقول لك حد بس انا مش عارف مين. تعادل كده تعادل كده الشباب متعادلين. كيلو باميه. جاهزين؟ كله جاهز؟ يلا. اللاعب ده بدأ مسيرته الاحترافية في نادي ولفرهامبتون وانضم للنادي شارلو البلجيكي. يعني اكيد مش هتعرفوه من النادي ده بعد كده راح النادي ده؟ لا هو بدأ مسيرته الاحترافية في نادي ولفرهامبتون لعب في النادي ولاحقا انضم الى فريق لاحقاً. شارلو البلجيكي. اسمه دوت ادم. مين ادم؟ اسمه ايه؟ الضخم ابو عضلات ده ادمز. ادم تراوي. ادم تراولي. اجابه خاطئه. انت هتجاوب لوحدك الجاي. اللعيب ده حقق شهرة كبيرة قوي في دوري الدرجة الأولى البلجيكي بسبب مهارته وتسجيله للأهداف الرائعة. معلش أنا افيدك بقى وحظك جه في انا مش عارف. في الدوري البلجيكي تقول في الدوري البلجيكي؟ ماشي كمل. خلاص. قول اللي بعده مفتوح عليكم انتوا الاثنين بقى. ماشي. في 2019 انتقل لنادي ليلي الفرنسي وأحرز العديد من الأهداف المميزة في الدوري الفرنسي. ده حد مشهور يعني. انا حاسس ان انت جايب مشهور. صعب شويه. لا مشهور. راح للفرنسي. طب كمل. أقول؟ قول. مش محدش عايز ما جاش في دماغكم حد؟ لا. شارك في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا مع نابولي وكان له دور بارز في خط الهجوم. وسامين. إجابة صحيحة. محمود كسب. سقفوا له. استنى عرفت ان هو السويني ده منين؟ نابولي يا جدعان. نابولي يا سلام. يا عم هو معلش الناس الخسرانه بس مش عايزين دوشه على الصندره. على الصندره بعد اذنك مش عايزين دوشه. مفيش حد كسب على مرتين في الصندارة بعد الحلقة دي. إذنك. أنا الوحيد اللي ما كسبتش. كيلو بامية.